أهلا وسهلا بيكم أعزائي المستمعين في بودكاست ألم حبر. البودكاست بيقدم لك مواضيع تهمك، والمواضيع دي بتساعدك على تطوير ذاتك وتحفيزك للنجاح والتقدم، وكمان هيقدم لك قصص أشخاص حققوا أحلامهم وهيكونوا لينا محفز لتحقيق أحلامنا. أنا نرمين حكيم من بودكاست ألم حبر. من أول الخطوات وأجمل الحاجات اللي ممكن تتعمل قبل الوصول لسن 30 إنك تلاقي نفسك وتسألها: أنا مين؟ أنا بحب إيه هي أحلامي؟ ولو عندي أحلام يا ترى حققت منها حاجة ولا لسه واقف مكاني؟ حاول تقعد مع نفسك وتسألها الأسئلة دي وجاوب عليها بكل صراحة. حد يسألني دلوقتي ويقولي: طب ما احنا كبرنا على الكلام ده، وإزاي ألاقي نفسي وأنا حاسس دايما إني فاقد الأمل في كل حاجة في حياتي، حتى فاقد الأمل فيا أنا كمان؟ أحب أجاوبك وأقولك: مع كل بداية يوم بتعيشه كأنه أول يوم جديد ليك. مش مهم انت حاليا سنك ايه، ويا ترى وصلت لسن 30 أو لأ، المهم انت مين وعايز ايه. المهم انك تلاقي نفسك وتلاقي أحلام تعيش علشانها. ياما ناس لقيت نفسها في سن متأخر قوي وفعلا قدروا يحققوا أحلامهم وحياتهم اتغيرت كتير عن الأول. تاني خطوة: حاول تصنع عالم بتحبه. كتير مننا نفسه يعيش حياة سعيدة، حياة مليانة بالاستقرار والنجاح. كلنا في خيالنا حابين نعيش حياة أفضل من دلوقتي، فعشان كده اصنع ده بنفسك بعيد عن الظروف المحيطة، لأنك لو استنيت الظروف تتعدل وتقف في صفك مش هتقدر تحقق اللي نفسك فيه. أهم حاجة وانت بتصنع عالم بتحبه إنك تركز كويس قوي وتختار حياة انت عايز تعيشها مش مجبور عليها. تالت خطوة: ابدأ في تحدي مع نفسك. ابدأ في تحدي وقول: أنا هتحدى نفسي 30 يوم أو 90 يوم هتعلم فيهم حاجة جديدة ومفيدة، حاجة أنا بحبها ونفسي أنجح فيها. أو مثلا إنك تطور من نفسك في مجال معين، مجال انت نفسك تخوض فيه أكتر وأكتر. وفي نقطة التحدي هنتكلم فيها في حلقة منفصلة وبتعمق أكتر وقريب جدا هتنزل، وهتساعدنا كتير في الخطوة دي لأنها فعلا هتخليك تتعلم حاجات كتير، ومع التحدي هيخليك تكتسب حاجات تطور بيها من نفسك مع الوقت. وفي مرة قريت جملة في مقالة بتقول بأن التعطش للمعرفة والتجارب أفضل طريقة للحفاظ على شبابك. خليك دايما عطشان إنك تتعلم حاجة جديدة وإنك تتحدى نفسك باستمرار، وقول لنفسك: اليوم اللي أنا فيه دلوقتي هيكون أفضل بكتير من امبارح. رابع خطوة: حاول تسامح نفسك. انسى الماضي بكل أغلاطه، انسى وسامح نفسك في إنك اخترت اختيار غلط قبل كده، أو إنك دخلت ناس حياتك ما كانوش يستحقوا إنهم يدخلوها. صدقني من غير الأغلاط دي عمرك ما كنت هتتعلم. وخليك فاكر إنك إنسان، ومفيش إنسان على وجه الكرة الأرضية ما غلطش وحس إنه مقصر في حق نفسه. مش عيب إنك تحس إنك مقصر في حق نفسك، العيب إنك ما تحاولش تسامحها وتحاول تلاقي طرق جديدة تغير بيها. والعيب كمان إنك دايما تلومها على اختيار أو فعل انت عملته. سامح نفسك، هتكون دايما راضي عنها وهتقدر تغير حاجات كتير فيها. خامس خطوة: اكتسب عادات جيدة. العادات الجيدة اللي بتدخلها حياتك هي اللي هتساعدك على التغيير وتطوير نفسك. العادات الجيدة بتساعدك إنك تكتشف نفسك وتحسسك إنك شخص منجز وفعال. ومع الوصول لسن 30 أو أي سن هتوصله بعدين هتلاقي نفسك إنك اكتسبت عادات غيرت حياتك 180 درجة. زي مثلا إنك تتعلم عادة القراءة حتى لو مش بتحبها. ابدأ بقراية صفحة بسيطة أو نص صفحة، وصدقني واحدة واحدة هتلاقي نفسك مستمتع وهتكمل، وبدل الصفحة هيكونوا 10 و20. والمهم وانت بتقرأ كتاب لأول مرة تقرأ كتاب بيحل ليك مشكلة معينة، وما تشتريش أي كتاب وخلاص.
ولو انت لسه مبتدئ في القراءة، خلي في عندك دافع انك تقرأ الكتاب اللي قدامك عشان ما تكسلش في قرايته. وفي مقولة كتبتها بتقول: اكتساب العادات الجيدة يجعلك دايما تشعر بالرضا والسعادة والفخر. سادس خطوة مهمة جدا، استوعب ان الحياة قصيرة. مش بضايقك بالجملة دي، بس فعلا اهدارنا للوقت في كل حاجة غير مفيدة، السوشيال ميديا أو المكالمات الغير ضرورية أو المسجات الغير مفيدة، كل ده بيضيع وقت كبير انت محتاجه. صدقني الأحلام مش بتتحقق وانت نايم على السرير، الأحلام انك تطير بيها لفوق وتحاول تحققها بكل جهد وصبر. الوقت ده مهم جدا في حياتنا، والوقت اللي بيضيع مش بنقدر نرجعه تاني. وحاول تحقق أحلامك قبل فوات الأوان. سابع خطوة وهي انك ابدأ بحاجة نفسك تعملها، حتى لو حاسس ان مفيش حد هيدعمك او حتى هيقدر اللي بتعمله. ملكش دعوة بحد، ابدأ دلوقتي. ومع المحاولات الكتيرة في تحقيق حلمك هتلاقي عالم تاني مستنيك، وهتلاقي نفسك انك قدرت تعمل حاجات كتير مكنتش تتخيل انك ممكن تعملها. وساعتها هتكون فخور بنفسك، وفي الوقت ده هتلاقي ناس كتير أمنوا بيك، وإنك شخص مش بس بتتكلم عن أحلامك وواقف مكانك، لأ، أنت بتعافر عشان تحققه، وبالفعل بتحقق أجزاء منه مع الوقت. أهم حاجة وإنت بتسعى تكون الأفضل إنك تلاقي نفسك تصنع عالم بتحبه. تبدأ في تحدي مع نفسك، سامح نفسك، اكتسب عادات جيدة، استوعب إن الحياة قصيرة. ابدأ بتحقيق حلمك، عشان الحلم بيتحقق ويطلع للنور لما تبدأ في تنفيذه. لو عجبكم البودكاست النهاردة ما تنسوش تقوليلي رأيكم فيه ايه، حابين نتكلم في ايه المرات الجاية. اوعوا تنسوا تعملوا لايك لو كنتوا بتسمعوني من اليوتيوب، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تسمعوا الحلقات الجاية. وفي حلقات فاتت هتعجبكم وهتساعدكم في التغيير للأفضل. كانت معكم نرمين حكيم من بودكاست ألم حبر.